موعد المواعيد والليلة كرة العرب في أجمل وأحلى عيد. نستعرض تشكيلة الفريقين. البداية بفريق الهلال، الحراسة لعبد الله الزديري، يمين الدفاع ياسر الشهراني، على اليسار عبد الله الزوري، في محور الدفاع الكوري الجنوبي كواك هايتوي وكذلك البرازيلي رودريغو ديغاو. ثنائي الارتكاز لسعود كاريري والروماني ميهاي دوري بينتيلي. ثلاثي وسط الميدان الهجومي سلمان الفرج البرازيلي تياغو نيفيس ونواف العابد، والمهاجم البومبر المدمر ناصر الشمراني باختيارات المدرب الروماني لورينزيو ريغي كامب. طاقم التحكيم الياباني بقيادة الحكم ماساكي دوما يموتو، يساعدوا ناغانوتشي اوساكا إيريروا باختيارات المدرب البوسني سلاتكو داريتش. جماهير عالمية في مدرجات الملك استاد فهد الدولي. سعود كاريري يحمل شارة القيادة، كابتن الفريق الهلالي بالعزيمة والروح الانتصارية. تريد أن تتألق النجوم الهلالية هذه الليلة وإيش الليلة لقطين، وفاز كذلك بالكأس الرومانية. يأتي كمدرب زعيم للكتيبة الهلالية قدما لدور نهائي غاب عليه منذ 2005. عود الكرة إماراتية، أحمد إماراتي، لكن تقطع الكرة للي ميونغ. الأعصاب طبعا متوترة للغاني جيان أساموا في حواره المباشر الآن مع رودريغو ديغاو قلب الدفاع البرازيلي نجم البلاك ستارز الغاني، افضل هداف 13 هدف الى حد الان. الهدوء مطلوب من جميع اللاعبين في هذه القمه الاخويه الاماراتيه السعوديه. جيان أساموا حواره الان مع سلمان الفرج. هذا التدخل الاخير من رودريغو ديغاو البرازيلي مما حتم الغضب الكبير لجيان اللاعب الدولي الغاني. على كل تعود الكرة لميروسلاف ستاتش، هجوم لفريق نادي العين على طول الصباحي ممتازة لعمر عموري، وامام رودريغو ديغاو بامتياز برج المراقبة. سلمان الفرج يخرج، يا سلام على سلمان، فنيات الدولي السعودي بدون تعليق لمنتخب كوريا الجنوبية. ترجع الكرة لليسار بعيد عن عبد الله الزوري. لا زال الهلال لم يصل إلى الحارس خالد عيسى. حركيه كبيره للدفاع الاماراتي هجوم خطير يقوده عموري، لكن سرعه عبد الله الزوري بخبره السنين. عبد الله الزوري يتفوق على عمر عبد الرحمن. سلمان الفرج، كره بالمنتخب الروماني ترجع عكسيه من تياغو نيفيس. عموري تقطع له من ياسر الشهراني على طول لعبد الله الزديري. ايمن الهلالي اقصى السد القطري في ربع النهائي نتابع الهجوم لكيمبو ايكوكو امامه ديغاو، يتفوق السينيسا البرازيلي رودريغو ديغاو. قوه بدنيه رهيبه لقلب الدفاع البرازيلي لفريق الهلال رودريغو ديغاو اللي شكل ثنائي ممتاز الى جانب الكوري الجنوبي كواك تايوي. الإماراتية على استاد الملك فهد الدولي بالرياض إلى حد الآن متكافئة، ندية كبيرة بين العملاقين في انتظار الأهداف في ذهاب نصف نهائي. يقول ألعبوا الكرة، لمسات نقلات موسيقية كروية لعموري واستماتة الكابتن سعود كاريري. يرجع من جديد ليحاول المراوغة، ستوتش يحاول المرور، ستوتش يتقدم، ستوتش يوسع كرة مرتدة في دفاع رودريغو ديغاو. ناصر الشمراني في عزلة كبيرة إلى حد الآن، وهذه خطورة في الميدان، وعموري والدفاع عن طريق سعود كاريري ونواف العين وتياغو نيفيس يخسر الكرة مع عموري. الحكم يخلي مبدأ إتاحة الفرصة ويأتي المخالفة البدنية اللازمة. سعود كاريري يتدخل من الخلف على عموري، يتقدم البرازيلي ويسدد باليمين، تصطدم بأحمد اسماعيل. تدخل عنيف لكن غير مقصود بين الاثنين. الجمهور الهلالي طالب بمخالفة. ونلعب الان ومضات اخيره في هذا الشوط الاول. يعدي جيان أساموا، ينتقل بالكره، هجوم معاكس، ميروسلاف ستوتش لعموري، عموري يتقدم، عموري يحاول المرور، يراوغ والحكم يعطيه مخالفه.
واكيد دائما الجمهور الهلالي يناقش قرارات الحكم الياباني بحكم ان هنالك مخالفه سابقه للهلال طالب بها ولم ينلها الى حد الان. تياغو نيفيز، كره خطيره يساريه برازيليه والتصويب، كره جول. لا رودريغو ديغاو، يساريه برازيليه في المره الثانيه الكرويه، كره ياسر الشهراني مرتده، رودريغو ديغاو باليساريه البرازيليه وخالد عيسى بالحراسه الاماراتيه. صوت كاريري يستمد، يرتفع النسق والايقاع، المباراة بدأت تتولع بين الفريقين، ما تعديش الكرة، هجوم عكسي فريق نادي العين، يمشي عموري يوسع، رودريغو ديغاو في الاستلام وباقي الكرة إماراتية، استلام وسط الميدان لعموري بقوة صعود كاريري، كيمبو خطأ منه، تياغو نيفيز يعدل في كل مباراة. ترجع كرة رودريغو ديغاو وكواك ايوي في وسط الميدان الدفاعي، صعود كاريري والروماني مياي تونو بينتيري، ثلاثي وسط الميدان الهجومي سلمان الفرج البرازيلي تياغو نيفيز ونواف العابد والمهاجم ناصر الشمراني. إصابة عمر عبد الرحمن مع صعود كاريري في حوار داخل الحوار، تعليمات المدرب الروماني لورز الأمان. كرة طويلة لعمر عبد الرحمن، المخالفة الحكم يقول ضربة مرمى، كالعادة مراقبة فردية داخل المباراة بين صعود كاريري وعمر عبد الرحمن. بس يسارية برازيلية يوسع صعود كاريري، اهتزاز معنوي كبير لنادي العين، متأثر ب10 لاعبين إلى غاية الدقيقة 71، ثلاثية هلالية وصعود كاريري يدخل منطقة الجزاء، كاريري يسام نيفيز وسليمان داوود، بركان تسونامي للمحبين لأحمد إسماعيل وكواك. الهلال خرافي في هذا الشوط الفات، ما تعداش ترجع الكرة لنادي العين، استماتة رودريغو ديغاو امام الغالي جيانا ساموا. ثلاثي تياغو نيفيز، التدخل من فارس جمعة، صعود كاريري يقاتل على كورة احمد اسماعيل، وكأني بالفريق الاماراتي بالطبع يتعدى بالكرة، كامبو ما يعديش جيانا ساموا على الهجمات. شوف هنالك الشوارع موجودة في الدفاع الاماراتي بحكم النقل الغير عادي بالمرة، الغير عادي بكراته المرة على الدفاع الإماراتي. ترجع كرة إماراتية، جيان أساموا مع رودريغو ديغاو، حوار غاني برازيلي والاستماتة للديغاو بدون رحمة على الغاني جيان أساموا. أن يفوز بثلاثية نظيفة إلى حد الآن على فريق العين الإماراتي بنجومه الرهيبة، أولهم جيان أساموا. ترجع إماراتية ميروسلاف ستوتش يعدي، مخالفة تياغو نيفيز. تياغو نيفيز البرازيلي صاحب الهدف الثاني وجاء ب3 أهداف ذهبية، وهذه كرة خطيرة وعبد العزيز الدوسري. لولا محمد فايز لكان الهدف الرابع بأفواه سليمان داوود، ضاع في الطريق ولم يقدر عبد العزيز. بالنسبة للجمهور السعودي لكن المفارقات وأن الجمهور العناوي الليلة سيكون في قمة الغضب، وهذا طبعا من حقه على المستوى الكروي، ما يعديش مع محمد أحمد.